اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم متابعيني. اليوم راح أسوي برياني بكرات اللحم. المكونات: نص كيلو لحم مفروم، كرافس، ربع كوب كرافس، فليفلة خضراء، بصلاية وسط، معلقة ثوم مهروس، والبهارات: كمون، فلفل أسود، ما عندي زنجبيل طازج فعندي زنجبيل مطحون، والسبع بهارات، وعندي معلقة طحين لين ما عندي بقسمات. معلقة كبيرة بابريكا حلوة، والملح. وهسه راح احضره بالمحضرة. بعد ما كملته بالمحضرة بالشكل هذا صار، اعجنه، اشكلها كرات وسط، اغمز ايدي بالزيت وابدي اشكل. بهالشكل هذا كملوا التشكيل كرات اللحم، وهسه راح اقليها. ضفت الزيت اللي قليت بيه، وضفت معلقة دهن. هسه راح اضيف البصل اللي قطعته بهالشكل، عندي راسين بصل. راح اقلب البصل الا ما يصير لونه ذهبي. سلقت التمن قبل ما اسلقه، غسلت التمن ونقعته. بعدين ضفت الماء على النار وضفت له ملح وضفت التمن، سلقته 8 دقائق. صراحة صفي. بعد ما صار البصل بهالشكل هذا، صار ذهبي لونه، راح اضيف نومي بصرة والهيل والقرنفل والكزبرة، كلهم يكون حب. وبضيف الكمون، ما عندي كمون حب، الكمون مطحون، والزنجبيل والبابريكا، معلقة كبيرة بابريكا. بعد ما قلبت البهارات ويا البصل، راح اضيف الطماطم. عندي طماطم مفرومة بهالشكل. راح اضيف الكرافس واضيف النعناع. اخلطهم زين، وهسه راح اضيف قلاص اللبن. وهسه راح بعد ما ضفت اللبن، قلبته تقريبا 5 دقائق، اضيف كرات اللحم، اغطيه واتركه 5 دقائق. بعد 5 دقائق اضيف التمن اللي سلقته. شوف التمن، تهدر التمن، وراح اخلطه
كمل التمن اللي كرات اللحم المثروم، وهذا شكله النهائي.